السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ معلش امبارح انا كنت قلت لكم ان احنا هنعمل فيديو بعد ماتش الليفر والسيتي نتكلم فيه عن المراكب الرورو وشويه تفاصيل جامده زي ما قلنا، بس حصل لي شويه مشاكل، وللاسف انا الفتره اللي فاتت دي يعني كان الوضع صعب جدا ان الواحد يعرف يعمل فيديوهات بطريقه منتظمه، وانا عارف ان انا وعدت كتير على الموضوع ده، بس ان شاء الله الفتره الجايه هحاول انظم وقتي شويه وعلى الاقل يبقى في فيديو كل اسبوع. النهارده هنتكلم عن المراكب الرورو، واللي ما يعرفش يعني ايه كلمه رورو، هي معناها رول اون رول اوف. دي بمعنى ان دي مركب بيتحمل عليها اي حاجه ليها عجل، والحاجه اللي ملهاش عجل ممكن يتحط على حاجات ليها عجل وتتحرك بيها. عشان نعرف شكلها عامل ازاي ونتكلم عنها، هنتكلم النهارده. جبت لكم بروشور بيتكلم عن مركب من اكبر المراكب الموجوده على مستوى العالم، بس يمكن ده على سنه قديمه، الله اعلم ممكن يكون وصلوا لمراكب اكبر من كده او فيجنز اكتر من كده. فالنهارده هنتكلم ونشوف قد ايه المركب دي حاجه ضخمه، قد ايه المركب دي حلت مشاكل كتيره جدا بالنسبه للناس اللي بتستورد عربيات او بتصدر عربيات. فالنهارده هنتكلم عن شركه اسمها ولينيوس ولامسون، هي من احد الشركات الرائده في المجال وبتشتغل في موضوع الرورو ده، واخده شيرز كويسه جدا فيها. فالنهارده هنتكلم عن مراكب الرورو ونشوف قد ايه هي ضخمه، قد ايه هي ممكن يعني تكون جراج ضخم، ممكن يكون اكبر مثلا من سيتي ستارز. فنشوف كده ونتفرج. يلا بينا. ونيجي هنا للفلوتنج جاينت. الفلوتنج جاينت لشركه اسمها ولينيوس ولامسون لوجيستكس. ولينيوس ولامسون دي من الشركات الكبيره جدا في المجال اللوجيستكس عامه، مش في الرورو فقط. فانا اخترت صراحه البروشور ده هيكون افضل حاجه ممكن نشرح فيه ونشوف مراكب الرورو عامله ازاي. هو ده تقريبا الكونسيبت بتاع مراكب الرورو، يعني مش هتلاقي مكان كبير، هو عباره عن جراج، المكان ده كله عباره عن جراج، وهنتفرج من جوه هي عامله ازاي. نشوف الظهر بتاع البروشور ده. اسم المركب اللي هنتكلم عنها النهارده اسمها ماذر فيسل بارسيفال. دي اتبنت عام 2011، ودي كانت من اكبر المراكب اللي تم انشائها في الوقت ده، فالله اعلم ممكن يكون في حاجات نزلت جديده. الفيسل تايب هم بيسموها كده او زي فيرجن بتاع المراكب، هي اسمها رورو مارك في. لو بصينا هنا هنلاقي الدايمنشن بتاعتها، بيقول لك ان هي العرض بتاعها من فوق، لو انت بصت للمركب من فوق، عباره عن 33 و26 متر، 33.26 متر. ومن الجنب هنلاقي ان ارتفاعها تقريبا بنتكلم 53 او 54 متر. فتخيل حجم مركب عرضها 33 متر وارتفاعها عبارة عن 53 متر. طبعا اللي انا قلته ليه علاقة بجراج سيتي ستارز طبعا ده خطأ تماما، بس تعالوا نتفرج. ده المركب من قدام. طبعا التفاصيل مش هنحتاجها، التفاصيل اللي هنحتاجها هو اللي هنبدأها من هنا. اول حاجة هنبص الانكر ويت. الانكر ويت هو الخطاف اللي بيترمي. المركب دي بتستخدم خطافين، والخطاف الواحد تقريبا بنتكلم في 9 طن و200 كيلو. فتخيل الانكر بس عبارة عن تقريبا بنتكلم من 18 ل 19 طن. الهورس باور بتاعتها عبارة عن 27,000 هورس باور، يعني تقريبا بقوة 180 عربية، وكل عربية تكون على الأقل 150 هورس باور. طبعا اليوم في العربيات هم اللي هيعرفوا قد ايه الموضوع ده كبير قوي. هنخش على اللي بعده. تقدر تتملي المركب دي ب 2830 عربية و685 راس تريلا او معدة. لو ملينا المركب دي عبارة عن عربيات بس، عبارة عن 6004 عربية. فتخيل حجم مركب يشيل 6004 عربية. هو ده المنظر بتاعها. كاتب لك هنا ان هي ارتفاع الواحدة منهم او الديك بيسموها ديكس 7.10، ده اقصى ارتفاع ممكن توصل لها. وهي عبارة عن 9 ادوار. المركب نفسها عبارة عن 9 ادوار، 6 منهم ثابتين ما بيتحركوش، و3 هويستبل، معناه ان هو ممكن تعلي ارتفاعهم او تقلل ارتفاعهم، وطبعا ده بياخد من مساحة حاجة تانية. بس هو لو كلهم على الستاندردز او على الارتفاعات الطبيعية بتاعت العربيات العادية، هيبقى عبارة عن 9 ادوار. طيب احنا ممكن نتكلم في الجزء اللي بعده، وهو الكارجو ديك اريا. كارجو ديك اريا هو المكان اللي بتحط فيه البضاعة. مساحته تقريبا كأنها عبارة عن 8 ملاعب كرة قدم محترفة. يعني 8 ملاعب كرة قدم اللي احنا بنتفرج عليها دي عبارة عن حجم المركب كاملا او مساحة المركب كاملا
عبارة عن 8 ملاعب كرة قدم. فتخيل الحجم، نتكلم 53270 متر مربع. طبعا حاجة يعني فوق الضخامة. لو عايز برضه، هو بيحاول يديك برضه البروشور ده الصراحة من البروشورات اللي عجباني، عشان خاطر بيتكلم يعني بيحاول يوريك قد ايه حجم المركب، مش بيقولك مجرد ارقام فانت ممكن ما تعرفش تتخيل هي حجمها قد ايه. الحته دي بيقولك total weight of the vessel when fully loaded with cargo. المركب لما تكون مليانه على اخرها بتبقى وزنها عامله كام؟ عباره عن 74622 طن، يعني تقريبا 7.5 برج ايفل. وزن برج ايفل، يعني احنا مش بنتكلم في حاجه في ارقام صغيره، لا احنا بنتكلم 7 برج ايفل، 7.5 برج ايفل. الجزء اللي في المركب دي ده الرامب ده بينزل على الرصيف، وبيتحمل من عن طريقه المراكب، او بيتحمل عن طريقه العربيات او المعدات. فعندنا الرامب سترينث بتاعتها بيقول لك ان وزن او قوه الرامب ده ممكن يشيل 100 فيل. ده على حسبه ان الفيل الواحد 5 طن، فهو بنتكلم تقريبا بيشيل لحد 500 طن، يعني 500 ألف كيلو. تعال نبص بقى لاخر حاجه هنتكلم فيها النهارده، ويا ريت اكون عرفت اوضح لكم قد ايه الموضوع حلو قوي بالنسبه لمراكب الرورو، وقد ايه هي عباره عن جراج ضخم. اخر حاجه وهي طول المركب. ده الفرق تقريبا ما بين طول المركب وطول برج ايفل. نتكلم تقريبا حوالي فرق 35 متر فقط كطول ما بين برج ايفل وما بين المركب دي. ده ان ما كانش الشركه دي او شركه غيرها عملت مراكب رورو اكبر واطول. كده اخر الفيديو، والحمد لله يا رب اكون يعني وصفنا وادينا وصف كويس قوي لمراكب الرورو. وده يعني ده مش الستاندرد بتاع مراكب الرورو، في مراكب الرورو ممكن تكون اكبر من كده، وفي مراكب الرورو اصغر من كده. بس حبينا ان هو يكون فيديو خفيف كده يشرح لكم والناس اللي ما سمعتش قبل كده عن الرورو وتعرف المركب الرورو دي عامله ازاي وبيتحكم فيها ايه. للعلم برضو المواصفات اللي انتوا شفتوها الضخمه دي لاخر حاجه، عشان الصراحه ما ذكرتهاش. المركب دي كلها بحجمها بكميه المعدات وبكميه العربيات اللي تتحمل عليها بتشتغل ب20 شخص فقط من الطقم اللي بيقود هذه السفينه. 20 فرد فقط، 20 لا يزيد عن 20. هم 20 ويمكن يكونوا اقل من كده كمان. فدي من الحاجات برضو المبهره كانت بالنسبه لي في اول خالص ما عرفت موضوع المراكب الرورو والحاجات دي. ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم شويه تفاصيل بقى، بيحتاجوا ايه الناس عشان خاطر ياخدوا كوتيشن رورو، ايه اللي يفرق ان انا احمل رورو عن كونتينر، وهكذا. يعني ان شاء الله الفيديو الجاي ده هنعمله خلال يوم او يومين، وبرده مش هتاخر عليكم ان شاء الله. شكرا، سلام عليكم.